إيه بقى رأيكم في الحلويات والجمال والحلاوات دي كلها؟ إيه رأيكم؟ أكلة موفرة اقتصادية 100%، تكفيكي مرتين في الشهر، في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبخير. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير، في صحة وفي سعادة وفي راحة بال من رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وبسعادة. ان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو حلو قوي هيعجبكم وهينور رضاكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. قبل ما ابدأ الفيديو عايزة لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ويا ريت تعليق حلو منكم كده. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله السنة دي او السنة الجاية بالكتير تكونوا زايرين بيت ربنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. كده تعملوا بقى عمرة كده في رمضان ان شاء الله بإذن الله تعالى. كلنا يا رب كده بلا استثناء، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. احنا قمنا الصبح كده، قلنا ايه بقى هنفطر ايه؟ بصراحة ما كانش عندي عيش في التلاجة، فقلت للولاد تاكلوا ايه؟ تاكلوا بليلة بلبن. قالوا لنا ماشي يا ماما هناكل بليلة، لان انتوا عارفين طبعا ان احنا النهارده اخر يوم في الاجازة. كل سنة كده وانتوا طيبين، من بكرة دراسة ان شاء الله. فإيه، فقالوا لي ماشي. فقُمت بقى عملت لهم، طلّعت كيس بليلة من الفريزر. ودي بقى حلاوة البليلة يا جماعة، لمّا تعمليها وتخزّنيها في الفريزر يا سلام عليها، بتبقى عندِك جاهزة لأي حاجة. ظرف إن أنتِ صحيتِ ما لقيتيش عندِك عيش، عشوة خفيفة، بتبقى حلوة أوي وبتشبّع وطعمها حلو ومغذية. وأنا حطيت الكيس فَك على النار خلاص، وبعد كده ضِفت السكر اللي أنا عايزاه واللبن. تمام. وكده أنا كنت فاكاها بشوية مَيّة كده صغيّرين، وكمّلت إيه، وكمّلت باللبن. تمام. وحطيت السكر وحطيت كيس فانيليا وغرفت لهم، وبالهنا والشفا. بعد كده أنا يا جماعة نزلت عندنا المول اللي جنبي دوّة، فيه حاجات حلوة أوي وفيه حاجات بتفرّح الأطفال. فبصراحة بنتي وأنا ماشية شبطت في الفانوس الورق ده، فقُلت لها ماشي هاجيبه لِك. الفانوس ده عامل 49 جنيه. تمام. ب49 جنيه. في إيه بقى؟ هنفتحه مع بعض كده وهنشوف هو فيه إيه. هو فيه حلويات، يعني فيه إيه بقى، فيه شوكولاتة بقى وبسكويت وكده. تقريبًا 6 قطع. تمام. النوع دوّة بيبقى غالي شوية، البسكويتات بتاعته والحاجات بتاعته بتبقى غالية شوية. أهو. لقيت في 2 بسكوت من الكبار دول، بس الكاميرا كانت بعيدة، ما كانتش قريبة، بس حجم البسكوت كويس يعني الكيس حلو يعني. ولقيت فيه الشوكولاتاية دي، وكمان 3 أنواع لسه في نسيت واحدة في العلبة وجبتها خلاص. يعني أنا جيت أحط اللي هم 6، هم حوالي 6. لسه في واحدة برضه بالشوكولاتة، هم بأطعمة مختلفة. في منهم برضه في منهم بالشوفان برضه. تمام. فأنا عندي هنا قطع مختلفة، واحدة حاجة بالشوكولاتة، حاجة بالشوفان. آآ تمام. فأنواع غالية يعني من البسكوت حاطينهم. فالولاد فرحوا بيهم وكلوهم بألف هنا وشفا. جبتهم بس عشان خاطر أفرّح الولاد كده. وشكل الفانوس بصراحة عجبني أوي، شكله حلو مع إنه مصنوع من الورق. أهو. شكله حلو أوي. حتى قُلت مثلًا أبقى أحطه كده، أقفله، أحاول إن أنا أقفله تاني، وأبقى أحطه كده معاكم على الرخامة كده في رمضان وأنا باصوّر. شكله حلو بصراحة. وأهلًا برمضان، ورمضان جانا وكل سنة وأنتم طيبين وبخير وبصحة وبسعادة. كمّلوا الفيديو للآخر علشان عاملة فيه حاجات حلوة أوي هتعجبكم بإذن الله تعالى. كمّلوا معايا الفيديو للآخر. اللي وصل لغاية هنا يصلّي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ينساش اللايك والاشتراك في القناة. وتعالوا شوفوا هنعمل إيه تاني في الفيديو. بعد كده دخلت عشان أشوف أنا هاعمل إيه بالضبط. أنا هاعمل النهارده يا جماعة كفتة الرز، أكلة موفّرة جدًا، جدًا، من الأكلات اللي أنتِ بتحبيها وبتوفّر معاكِ أكلة في رمضان. ممكن تعملي من نُص كيلو لحمة وجبتين من كفتة الرز محترمين، يقعدوا معاكِ يكفّوكِ يعني مرّتين. تمام. خلال شهر رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. فأنا هنا وزنت نُص كيلو من الرز. تمام.
ورجعت وزنت تاني ربع كيلو من الرز، يعني وزنت كيلو الا ربع من الرز. خلاص، وزنت نص الاول ورجعت وزنت ربع، يعني وزنت كيلو الا ربع من الرز. خلاص، وزنته وغسلته كويس جدا. خلاص كده، يعني انت ايه، انا هوزنه اهو. خلاص، وهعمل معاه نص كيلو من اللحمه المفرومه. والله بقى انت اي نوع لحمه عندك، والله بقى لحمه مستورده، لحمه برازيلي، لحمه بلدي، لحمه جملي، اي نوع لحمه عندك انت بتحبيها او بتفضليها علشان خاطر تعملي بيها. خلاص، فانا هنا نقيت الرز وغسلته كويس جدا، وبعد ما غسلته هنقعه حوالي مثلا ساعة، خلاص، أو ساعة ونص. بعد ما هنقعه ساعة أو ساعة ونص هجيب فوطة ناشفة عندي. فاحنا هنا هنجيب فوطة نظيفة وناشفة، تمام، وهفرد عليها الرز. انا غسلته وصفيته كويس جدا، يعني انا اساسا صفيت الرز قبل ما افرده على الفوطة كويس جدا في مصفى، تمام، ما يبقاش فيه مية نهائي. وهبدأ ان انا افرد الرز على الفوطة. هفرد الرز كويس جدا، يعني ايه، يعني بصوا هخليه اللي هو مساحته رقيقة، مش اللي هو ايه، مش اللي هو فوق بعضه كده، لا، انا هفرد الرز يعني هفرده، مش هخلي ان هو على بعضه، يعني الرزاية تبقى متساوية مع الرزاية. خلاص، ما يبقاش ايه فيه اللي هو على بعضه. خلاص، انا عايزاه كده، عايزة افرده ان هو يبقى متساوي، يبقى الرزاية جنب الرزاية جنب الرزاية كده يعني، تمام. وبعد ما افرده خالص كده واسويه، هسيبه لما ينشف خالص، وبعد كده هبدأ ان انا احطه تاني او اعبيه تاني في المصفى بتاعته. بصوا هو دلوقتي ناشف تماما، وهبدأ ان انا اجيب الخلاط والمطحنة بتاعة الفلفل الاسمر والكمون، تمام، وهبدأ ان انا اخلط كمية الرز كلها في المطحنة دي. صدقوني يا جماعة هتعملوا بودرة باودر خالص. يبقى احنا هنا هنبدأ ان احنا نحط الرز في المطحنة، يعني ايه، شوية شوية. بصوا انا اول حاجة مليتها قوي كده، وطبعا انا مش عايزاكم تقعوا في الغلطة اللي انا وقعت فيها دي. مليتها كده، فلقيت ان الحبة اللي هم اللي تحت بس، من المطحنة، هم اللي طحنوا. بعد كده رجعت فضيت منها، تمام، وخليت نصها، فدارت واشتغلت وبقت زي الفل، ما خدش معايا وقت خالص. يعني انا طحنت الرز دوت، مش عايزه اقول لكم في اقل من 5 دقايق. خلاص، هو بيبقى سهل وبسيط في طحنه، ما بيبقاش. ولو مش هتقدري تعملي الحاجه دي، ففي دقيق رز، يعني بيتباع كيلوهات كده. دقيق الرز ده بيتباع كيلوهات كده في اي سوبر ماركت او اي مول كبير هتلاقيه. ممكن تجيبيه بدل ما تعملي يعني. بس انا بفضل ان انا اعمله كده، لان ده رز بلدي اصلي عندك في البيت وحاجه نظيفه. وبصي بقى عامل ازاي، زي الدقيق بالظبط، تمام. فانا هطحن كل الكميه كده اهي. اهو دوت الكميه كلها، ده كيلو الا ربع من الرز. كيلو الا ربع من الرز هحط عليه نص كيلو لحمه. كيلو الا ربع من الرز هحط عليه نص كيلو لحمه. طبعا انا هنا كنت غسلت نقعت الخضره كويس جدا، ويعني شطفتها ونشفتها خلاص كده. وهجيب الكبة عشان خاطر اعملها فيها. هقطعها طبعا كده بالسكينة اجزاء، قطع كبيرة مش صغيرة طبعا، لان الكبة كده كده هتفرمها كويس جدا. فاقطعها مثلا على نصين، على 4 اجزاء كده. طبعا انا شايلة العيدان وشايلة العروق وشايلة كل ده. انا عايزة الورق الحلو الاخضر ده الجميل ده، علشان خاطر يعمل ايه، انا عايزه الخضره تبقى يعني مفرومه كويس جدا. فانا عندي الكبه دي بتاعه الخضار وبتاعه البصل، هطحن الخضره فيها، هتعمليها لي يعني زي الميه كده، تمام. وبعد كده، بعد ما اخلص خالص، طبعا هضيف التوابل، وهضيف الرز وهضيف الخضار وهضيف اللحمه، ده كله، وهقلبهم مع بعض كويس جدا، علشان انا عايزه كل المكونات تندمج مع بعضها. طبعا انا مش هضيف بس الحاجات دي، انا هضيف كمان، هجيب
عايزه تحطي توم صحيح حطي وانت بتفرمي هيتفرم، عايزه تحطي اللي هو توم مثلا مفروم عندك في الفريزر وهتطلعي مثلا معلقه تحطيها هتمشي الدنيا. خلاص. بصلتين او بصله كبيره. خلاص. ملح، كزبره ناشفه، كمون، فلفل اسمر بسيط خالص، يعني هي بتحب الكمون والكزبره الناشفه اكتر من الفلفل الاسمر. خلاص. ومعلقه بابريكا، حطيت عليها بصراحه معلقه بابريكا، ما بانتش خالص بس ادت طعم حلو قوي. انا عايزه اقول لك بقى هتاكلي كفته والله العظيم ثلاثة في حياتك ما كلتيها، حلوة جدا 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 وطعمة طعامة مش عايزة أقولك. الحاجة لما بتتعمل في البيت بتبقى بصوا نظافة. خلاص. طعم حلو، طعم أصلي، مذاق كده، يعني حاجة كده حلوة كده من إيدك، وبالذات لما تعمليها كده بمزاج. خلاص بتاكلي أحلى كفتة رز. خلاص. موفرة، بترمي معاكي. خلاص انا بصراحه لبست الكلفس كده قلت ايه اعجن بيه، بس بعد كده ايه يعني ما ارتحتش فيه قوي. خلاص. فقمت ايه لما حطيت بقى لما فرمت بقيه الخضار وفرمت بقيه البصل وكده، بصراحه ايه، خلعت الجلافزات كده وقلت لا انا بقى ايه هعجن بايدي عادي، يعني احنا كده كده ايدينا نظيفه وزي الفل. بس انا لما جيت اعمل البرجر، انا هعمل لكم البرجر بقى خطير 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 يا جماعه في الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله هنزل لكم البرجر. بصوا انا جبت بصلايه كبيره كده حلوه. خلاص. وحطيتها توابل بقى حدقي براحتك، معلقه ملح، معلقه بابريكا، كمون، كزبره ناشفه، وكانت والله طعمها تحفه ما شاء الله، الطعم حكايه. انا حتى قليت شويه منها، حبيت يعني ان انا اجرب، فروحت جايه قاليه منها للولاد شويه كده علشان خاطر ايه يعني ياكلوها كده وينبسطوا، لان هم بصراحه شافوني وانا بعملها فايه قالوا لي ايه، قالوا لي يعني قلي لنا شويه يعني منها يعني، فانا بصراحه ما حبيتش ازعلهم. خلاص. وعملت لهم شويه منها وكلوها بألف هنا وشفا وعجبتهم جدا. والباقي بقى حطيته في اطباق وشيلته في الفريزر. دي هتطلعيها هتسهل معاكي جامد، هتسهل معاكي ان انت مثلا هتطلعي على طول، هتروحي جايه حطها في الزيت، لما تحطيها في الزيت على طول هتتقلي، مش هتاخد معاكي وقت في رمضان. مش لسه بقى هتروحي عند الجزار وتعملي كفتة رز واليوم يضيع، لا احنا عايزين يا جماعة يوم رمضان ده يبقى يوم كله بركة كده وكله يعني ايه عطاء لربنا سبحانه وتعالى. يعني بصوا دلوقتي انا عجنتها اهي، بصوا هي دلوقتي انا عجنتها اهي كلها مع بعضها، انا لسه ما حطيتهاش في الكبه. خلاص. فهرجع تاني اعملها، هاخد جزء جزء منها، قطعه قطعه كده منها واحطها في الكبه، لان انتوا طبعا شايفين الكبه بتاعتي صغيره. هاخد قطعه قطعه كده واحطها في الكبه واعجنها تاني في الكبه، وهتبقى حلوه قوي. وهاجي بقى اصبعها. خلاص. بالزيت، اهو حتى كده صغيره خالص، حته زيت صغيره، هي اساسا كده كده ما بتطبعش، هي ما شاء الله المقادير بتاعتها مظبوطه وزي الفل. هتقولي لي ودوت على فكره نوع من انواع التوفير يا جماعه، ما تقوليليش لا احنا لازم نعمل كيلو رز على كيلو لحمه، هقول لك عادي اللي عايز يعمل براحته. انا عملت كيلو الا ربع رز على نص كيلو لحمه. خلاص. كيلو الا ربع رز يا جماعه على نص كيلو لحمه، وعلى فكره طعمها حلو قوي قوي مش وحشه خالص. وعايزه بقى تعمليها بصلصه، عايزه بقى تصبعي للولاد تحمري لهم، بتبقى جميله. وحتى على فكره كمان انت لو حمرتيها وحطيتيها في الفريزر متحمرة برضو بتنجز معاكي جامد في الوقت وفي المجهود، بتبقى حلوة قوي. ماشي. اللي وصل لغاية هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. ايه رأيكم بقى في لون الكفتة؟ لونها حلو قوي 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 وطعمها كان جميل والله، جربوها ان شاء الله هتحبوها بإذن الله. وان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هقدم لكم سلسلة فيديوهات هتعجبكم وهتنور رضاكم. ودي الكمية ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي طلعت، بصوا كمية ما شاء الله ما شاء الله يعني أهي من الرز واللحمة المفرومة. وكمان حمرت لهم طبق
حلو كده علشان خاطر ياكلوه. عشان هم شموا ريحتها، يعني شافوها قالوا لي لا لازم بقى. وطعمها كان تحفه. شايفين بقى لونها بعد ما اتحمرت حلوه قوي 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 اهي. وهقطم لكم واحده دلوقتي، هقسم لكم واحده دلوقتي عشان تشوفوا لونها من جوه. ماشي، تشوفوها وتشوفوا سواها. وان شاء الله هتعجبكم، بس انتوا جربوا الطريقه بتاعتي بنفس المقادير بالظبط، وان شاء الله هتعجبكم هتنور ايدكم. شايفين بقى الدخان بتاعها، ريحتها كانت تحفه جايبه اخر الشارع، ما شاء الله لا قوه الا بالله. وبعد كده انا جبتها بقى حطيتها في اطباق كده علشان خاطر ادخلها الفريزر اهو. دي علبه من العلب. هتقولي لي طب هي هتلزق في بعضها؟ اقول لكم لا، هي مش هتلزق خالص. حتى لو انت شلتيها مثلا متلجه، تمام، لو انت شلتيها متلجه وحطيتيها في الزيت هي بتفك لوحدها، تمام. حتى لو انت سبتيها مثلا تفك، هتفك لوحدها، مش هتلزق خالص، مش هيجرى لها اي حاجه. جربوها، ما تخافوش، ما تقلقوش، ما ترصوش اكياس ولا اي حاجه، وان شاء الله هتطلع معاكم زي الفل والمقادير زي الفل. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.